وبمجهود فردي النهارده من بالعمري ومتابعه حلوه من اوتاكا يفوز الاهلي 1-0 وياخد 3 نقط مهمين جدا في سباق الدوري اللي يعتلي بهم صداره الترتيب. والاهلي دلوقتي بقى الاول في انتظار الماتشات المؤجله من بيراميدز والزمالك. وتحت شعار ما بقاش فيه من اللي بالك فيه ولا جمله ولا لعبه متفقين عليها ولا كره حلوه. ده حاجه اخر قرف، يعني انا بقيت قرفان وانا بتفرج على الاهلي. هو ده الاهلي يا جماعه؟ ويجي بقى يا باشا واحد محنك زملكاوي يقول لي بذمتك هادي اهلاوي، الكره دي ضربه جزاء ولا لا؟ تنكر انها ضربه جزاء؟ هقول لك لا يا صاحبي، هي ضربه جزاء 100%، والله ضربه جزاء، بس هنكر. وده مش لان انا اهلاوي وبحب الحرام زي ما انتوا بتقعدوا تقولوا علينا، لا، لان منظومه الكره في مصر اصلا منظومه فاسده. انت لما تاخد منها حاجه حرام بتبقى حلال. طبعا انا اتكلمت على بن عمري الماتش اللي فات وقلت عليه خامه كويسه وشامم فرحه علي معلول جديد، والحمد لله النهارده ما خيبش ظني وكان سبب في الهدف اللي احنا احرزناه وجبنا بيه 3 نقط مهمين جدا في سباق الدوري اللي هتلاقي بيه صداره الدوري مؤقتا لغايه اما نادي الزمالك ونادي بيراميدز يلعبوا مؤجلات. مش عارف الراجل اللي احنا مستوردينه من الدنمارك ده ليه مقتنع ان بن شرقي بيلعب جناح يمين؟ يا عم بن شرقي بيلعب جناح شمال. ومقتنع ان كوكا احسن من بن شرقي وبيلعب المعلم امام بيلعبه وينج شمال مكان بن شرقي. ايه يا عم اللي انت عامله ده؟ ما انت هتفقد خطوره امام وهتفقد خطوره بن شرقي، يبقى احنا كده ما عندناش جناحين. ما تودي ده هنا وده، انا مش عارف. يجي الشوط الثاني وبدانا نشوف بن شرقي نرجع ناحيه الشمال تاني بعد ما طاهر باشا نزل. وبدانا نشوف خطوره من بن شرقي، راح مطلعه ومنزل لي كوكا. اي انا شغلانه بنت وسخ، انا هنولع فيكم يا اولاد الذين. ومالك يا طاهر نازل تتنك على الكوره ليه كده؟ يعني زي ما يكون مالكش مزاج تلعب، ما لو عايز تمشي غوري يا اخي في ايه؟ المذيع وراه اخر من اول الماتش ياسين مرق ياسين مرق ياسين مرق لغايه اما في الدقيقه 18 يتصاب. بس رب ضارات النافعه. انا شايف ان هادي رياض دوت خامه كويسه وهيجي منه ان شاء الله. الواد امام ده صايع كوره، صايع كوره يا جماعه. الواد ده من حقه ياخد كل اللي هو عايزه والله في النادي الاهلي. يعني هو حقه ياخد كل اللي هو عايزه في النادي الاهلي، صايع عيل صايع. طبعا كاموش نايم ننه في الفالنه. ومالوش يعني انا مش عارف يعني قعدنا نقول نصبر عليه. فلافيو قعد سنه بحالها ما يجيبش اجوان وفي الاخر بقى هداف النادي الاهلي. لكن الواد ده مش باين له بشاير. بقى تمشي جرادشار تمشيه وتجيب عيل زي ده اللي اسمه كاموش ده. ايه يا عم ايه ده؟ احنا فلوسنا حرام. بس كده. آه وفي نهايه الحلقه احب اقول لك لو عجبك الحلقه تنزل تدوس لايك، ولو اول مره تشوفني انزل دوس اشتراك في القناه ودوس الجرس على الكل، ولو عايز تشير الفيديو شيره. وفي الختام بقول لك سلام.